اللي بيقول ان ثورة 25 يناير بقت جثة، احنا نزلنا في 30 يونيو تحت حماية الدبابات والمصفحات وطيارات الهليكوبتر بتحتك بمبولي على الناس، لكن هذا الشباب الرائع نزل في مواجهة المصفحات والمدرعات والرصاص الحي يصنع ثورة 25 يناير، يقول لا لأعتى نظام بوليسي حكم مصر. كمان هنا الشبعان، مين اللي دفع الثمن؟ هذا الشباب اللي نزل صدره عريان معهوش سلاح، ولا اللي نزل بيتحدف له بونبوني من الطيارات وبتحميه الدبابات وبيحميه الجيش. مين هم الشجعان؟ الشجعان هم اللي نزلوا في 25 يناير يقولوا لا لنظام كان اي حد فيه يجرؤ او يتجرأ يجيب سيرة الرئيس او ولاد الرئيس او حد مقرب من الرئيس بيعتقل. النهارده هناك في المعتقلات احرار كتير بيدفعوا ثمن الحرية، ومنهم احمد جمال زيادة اللي محدش بيذكره وهو واحد ابطالنا. انا بقول لكل معتقل في كتير من العبيد ماشيين في الشوارع ولكنك حر خلف القضبان. وما حبيناش نخليه استفتاء زي زمان، لان احنا مش هنرجع للاستفتاء تاني، مش هيقدموا لنا واحد ويقول يا ده يا بلاش يا ده يا الفوضى، لا الفوضى تبقى احسن من اي ظالم. والناس اللي عماله تقول انتوا عايزين ايه يا شباب؟ عايزين تسقطوا الدوله وعايزين تسقطوا الجيش. عمر العدل ما اسقط دوله ولا اسقط جيش، اللي بيسقط الدوله والجيش هو الظلم، الظلم وحده. الله لا يحب الظالمين.